وبكده نكون عملنا احلى طبق كشري مصري في المانيا. فاضل دلوقتي نص ساعه على المغرب وما عملتش فطار، فتعالى بينا نعمل كشري مصري. هنحتاج رز. انا بعمل لنفسي بس فمش هعمل كميه كبيره، فتقريبا دي كوبايه صغيره. غسلنا الرز نحطه على جنب. نجيب الحله اللي هنعمل فيها الكشري. اول حاجه هنعملها هنحمر البصل. جبت بصلتين متوسطين عشان بحب البصل كتير على الكشري. هنقشرهم ونقطعهم. هنحط زيت في الحله. هننزل بالبصل في الحله. هنقلب البصل لحد ما يحمر. وعلى ما البصل يتحمر خلينا نعمل الصلصه. ده معجون طماطم، هو مش باقي فيه كتير فهحط عليه ميه ونرجه ونشتغل بيه. كده خلاص هنستخدم بقى كميه الصلصه دي كلها. هنعمل الصلصه في الطاسه دي. هنحط الصلصه في الطاسه وخليها دلوقتي نتبل الصلصه. شويه ملح، شويه فلفل اسمر، وطبعا اللي بنحطه على كل حاجه شويه عسل اسود. وعلى الصلصه ممكن نحط نقطه خل صغيره جدا، وطبعا تومه. لازم نسيب البصل لحد ما يحمر ويبقى مقرمش. هنقلب الصلصه. هناخد شويه من البصل نحطهم على الصلصه. نطلع بقى بقيه البصل. هنحط دلوقتي شويه شعريه وشويه مكرونه مكان البصل. هنحمر الشعريه والمكرونه في الزيت مكان البصل. نغطي الصلصه ونسيبها تتسبك. هنحمر بقى المكرونه مع الشعريه. دي كده الرز. نغسل بقى شويه عدس مكان الرز. غسلت العدس ننزل بيه فوق الرز والمكرونه. بعد ما قلبناهم مع بعض هننزل بميه مغليه وبعد كده نتبلهم. نزلت بميه مغليه تقريبا كده غطيتهم بالظبط. شويه ملح وشويه كمون. قلبتهم مع بعض، وبما ان الميه كده كده مغليه والحله كده كده سخنه فهوطي عليهم واسيبهم يستوي. ده كده شكل الصلصه. ممكن اعلق عليها كمان شويه لما الكشري يستوي عشان اسخنها قبل الفطار. ده كده شكل الكشري وهو بيستوي. واكتشفت دلوقتي ان المغرب اذنت وانا بصور، فهروح افطر دلوقتي. نسيت انقع تمر من امبارح فهنفطر على تمريه عاديه من غير ميه. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وبك امنت وعليك توكلت. ذهب الظما وابتدت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. يلا بقى بينا نجرب الكشري مع بعض ونقول بسم الله. تحفه 10 من 10 والله. تسلم ايدي. وكل سنه وانتم طيبين. صوم مقبولا وافطار شهيا. السلام عليكم.